السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اولى ثانوي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم دكتورة ماما منصور، والنهارده ان شاء الله هنحل مع بعض تقييمات الاسبوع ال 12 في مادة الانتجريتد ساينس سكند تيرم. يلا بينا نتوكل على الله ونشوف الويكلي ايفالويشن والاسئلة بتاعتي عبارة عن ايه. خلينا نبدأ اول حاجة بكويستشن نمبر 1. طيب choose the correct answer. number 1. The gas that is often produced in the process of biological decomposition. مين الغاز اللي بينتج نتيجة البيولوجيكال ديكومبوزيشن اللي هو التحلل البيولوجي؟ انا قلت انا اصلا بعمل بايوديجراديشن او بيولوجيكال ديكومبوزيشن، تحلل بيولوجي، عشان احصل على غاز الميثان. يبقى الغاز اللي بينتج من البيولوجيكال ديكومبوزيشن التحلل البيولوجي او البايوديجراديشن بقول عليه الميثان جاز، يبقى نمبر بي. طيب question number 2. The first step of biological decomposition process is base. طيب انا عندي يا اولاد 4 ستيج او 4 ستيبس، 4 خطوات عشان اعمل بيولوجيكال ديكومبوزيشن، تحلل بيولوجي، واحصل على غاز الميثان. الخطوه الاولى كنت بقول عليها البرايمري ديكومبوزيشن اللي هو الايه، التحلل الاولي، او بقول عليها الهيدرولايسيس. والخطوه الثانيه كانت عباره عن اسيد فيرمنتيشن، تخمر حمضي. والخطوه الثالثه اسيتيك اسيد فورميشن، انتاج حمض الخليج. واخر حاجه الميثان برودكشن. يبقى اول خطوه بقول عليها برايمري ديكومبوزيشن، تحلل اولي، او بقول عليها هيدرولايسيس. يبقى اول حاجه او الفيرست ستيب في البيولوجيكال ديكومبوزيشن هيدرولايسيس. Number 3. The step at which the acidophilic bacteria converts sugar and amino acid into short chain fatty acid or alcohol along with producing gases such as الكربون دايوكسيد والهيدروجين. طيب انا كان في عندي خطوه كده بقول عليها ايه؟ قال لي بتقولي عليها اسيد فيرمنتيشن اللي هو التخمر الحمضي، وكانت بتتضمن حاجه اسمها الاسيدوفيليك بكتيريا اللي هي البكتيريا الحمضيه. كانت بتعمل ايه؟ كنت انت محتاجه تحولي فيها الشوجر، السمبل شوجر اللي هي السكريات البسيطه زي الجلوكوز، والامينو اسيد الاحماض الامينيه لفاتي اسيد الاحماض دهنيه او شورت تشين فاتي اسيد، سلاسل قصيره من الاحماض الدهنيه، او الكحول. يبقى الخطوه اللي بيتم فيها تحويل السكريات البسيطه والامينو اسيد لفاتي اسيد الاحماض دهنيه او الكحول، كحوليات، وكمان بينطلق الكربون دايوكسيد والهيدروجين، كانت اسمها الايه، اسيد فيرمنتيشن اللي هو التخمر الحمضي، او اسمها اسيدوجينيسيس. يبقى نمبر ايه اللي هي التخمر الحمضي، يعني بستخدم الاسيدوفيليك بكتيريا، البكتيريا الحمضيه. طيب نمبر 4. The stage at which البكتيريا perform an additional process to convert الفاتي acid والجازز produced in the second stage of biodegradation into acetic acid وكمان الهيدروجين والكربون دايوكسيد. مين بقى الخطوة اللي كانت بتتضمن تحويل بقى الفاتي acid اللي هي الأحماض الدهنية والغازات اللي كانت معايا لحاجة اسمها الاسيتيك acid، حمض الخليج. اسمها ايه؟ acetic acid production، او اسمها الايه، الاسيتوجينيسيس اللي هو الاسيتيك acid production، انتاج حمض الخليج. اسيتوجينيسيس او الاسيتيك اسيد برودكشن. جينيسيس يا ولاد يعني برودكشن، يعني يبقى الاسيتوجينيسيس تمام كده انتاج الاسيتيك اسيد او اسمها الاسيتيك اسيد برودكشن. يبقى الخطوه اللي بحول فيها الفاتي اسيد او الجازس لاسيتيك اسيد حمض خليج اسمها الاسيتوجينيسيس، تكوين حمض الخليج او انتاج حمض الخليج. خلينا نكمل. طيب question number 5. بروتين بيحصل له هيدرولايسيس، تمام، ويديني ايه؟ البروتين. كلمه هيدرولايسيس يعني تحلل مائي، يعني هكسر البروتين اللي بقول عليه كومبلكس اورجانيك ماتر، يعني ماده عضويه معقده بتتكون من وحدات اصغر، او الطوبه اللي بنبني بيها البروتين عباره عن ايه؟ اسمها امينو اسيد، احماض امينيه. يبقى البروتينز ده ماده كومبلكس، ماده عضويه معقده، هكسرها لسيمبل كومباوند لحاجات ابسط منها، او الطوبه اللي بتبني البروتين اللي اسمها الامينو اسيد من خلال حاجه اسمها الهيدرولايسيس، التحلل المائي، وكمان بمساعده البكتيريا. يبقى انا هكسر البروتين عن طريق التحلل المائي الهيدرولايسيس انتو امينو اسيد. طيب نمبر 6. كربوهيدرات اللي هي الستارش اللي هي الكربوهيدرات او النشويات يا ولاد، برضه هعمل لها هيدرولايسيس، تحلل مائي بمساعده البكتيريا والميه. هنكسر الكربوهيدرات لايه؟ او مين البيلدنج يونت، وحده بناء الكربوهيدرات بمعنى اصح، او السيمبل شوجر اللي هي السكريات البسيطه اللي هو الجلوكوز بمعنى اصح. يبقى الكربوهيدرات وحده بنائها السيمبل شوجر. طيب نمبر 7. الفات، الدهون. الفات ده كومبلكس، ماده معقده، عايزين نكسرها لسيمبل كومباوند لحاجات ابسط منها، او وحده بناء الفات بنبني الدهون بايه؟ حاجه اسمها الفاتي اسيد. وعلى فكره الثلاثه دول كانوا من ضمن الفيرست ستيب، الخطوه الاولى للبيولوجيكال ديكومبوزيشن اللي هو التحلل البيولوجي اللي بقول عليها الهيدرولايسيس اللي هي التحلل المائي، او بنقول عليها برايمري ديكومبوزيشن اللي هو التحليل الاولي او التحلل الاولي. خلينا نكمل. طيب نمبر 8. CH3COOH اللي هو الاسيتيك اسيد عن طريق الميثانوجينيك بكتيريا الميثانوجين. يبقى انا هنا هعمل برودكشن للميثان، طالما في ميثانوجينيك بكتيريا يبقى انا هعمل برودكشن للميثان. يبقى انا هحول الاسيتيك اسيد تمام كده لميثان جاز بلس CO2 كربون داي اوكسيد، يبقى CH4
CH4 اللي هو الميثان بلس الكربون داي اوكسيد. يبقى الاسيتيك اسيد حمض الخليك عن طريق الميثانوجينيك بكتيريا هيديني CH4 بلس CO2. تمام كده؟ تمام. عندي نمبر 9 جلوكوز C6H12O6 عن طريق اليست. هيحصل له ايه؟ يست وجلوكوز، يبقى يحصل فيرمنتيشن، عمليه تخمر، ويديني ايه؟ يديني ايثانول اللي هو البايو فيول الوقود الحيوي، وكمان مين؟ كربون داي اوكسيد. يبقى الجلوكوز اللي عن طريق اليست هيحصل له فيرمنتيشن تخمر، ويديني الايثانول والكربون داي اوكسيد، لان انا قلت لكم السكريات عموما بتديني ايثانول كبايو فيول كوقود حيوي. خلينا نكمل. طيب نمبر 10 اويل بلس الايثانول. الاويل بلس ايثانول في خلال وجود الكاتاليست اللي هو الصوديوم هيدروكسيد. طالما شفت اويل وانا مغمضه، الزيوت او الفات دون هتديك ايه؟ بايو ديزل. بايو ديزل طالما لقيت اويل زيوت او فات وانت مغمض هيديني بايو ديزل. بايو ديزل وهيديني حاجه اسمها الايه؟ الجليسرين. يبقى البايو ديزل اند جليسرين. تمام كده؟ طيب نمبر 11 what can be converted into ethanol during الفيرمنتيشن process. مين ممكن يتحول للايثانول اثناء الفيرمنتيشن؟ تخمر وايثانول يبقى شجر، تخمر وايثانول يبقى شجر على طول، يبقى شجر. خلينا نكمل. طيب نمبر 12 vegetable oil react with alcohol in the presence of sodium hydroxide as a catalyst to produce الفيجيتابل اويل اهي، اويل زيوت. تمام كده؟ هتتفاعل في وجود الالكحول ومعايا كاتاليست اسمه الصوديوم هيدروكسيد. المعادله دي احنا لسه شايفينها فوق، عشان يديني ايه؟ بايو ديزل وكمان حاجه اسمها الايه؟ الجليسرين. يبقى بايو ديزل بلس الجليسرين، يبقى على طول بايو ديزل وجليسرين. خلينا نكمل. question number 2. طيب answer the following. number 1 how can the efficiency of energy production be improved using البايوتكنولوجي. ازاي نحسن الافشنسي كفاءة التحويل في انتاج الطاقة باستخدام البايوتكنولوجي؟ يعني ممكن نعمل ايه؟ ازاي نعمل امبروفنج تمام كده للانرجي برودكشن لانتاج الطاقه باستخدام البايوتكنولوجي. نمبر 1 ان انا اعمل انهانسنج للبايو فيول برودكشن زي الميثان والايثانول والبايوديزل، احفز انتاج البايو فيول اللي هو الوقود الحيوي. تاني حاجه ان انا اعمل اوبتمايزيشن للفيرمنتيشن تكنيك. تمام كده؟ انا عارفه طبعا ان عمليه الفيرمنتيشن عمليه التخمر بتلعب دور مهم جدا في انتاج البايو فيول. طيب تالت حاجه الانزيم ابلكيشن، لان انا عندي عارفه ان الانزيم ده عباره عن مواد طبيعيه بتساعدني في البريك داون في تكسير الاورجانيك ماتر، وبتلعب دور مهم جدا جدا في خطوه الفيرمنتيشن خصوصا في انتاج الايثانول. يبقى انا ايه؟ انزيم ابلكيشن. هضيف يا ولاد التقنيه بتاعه الانزيمات، وكمان هعمل ريديوسنج للكوست والتايم ان بايو انرجي برودكشن، اقلل التكلفه والوقت كمان. يبقى ازاي احسن يا ولاد الانرجي برودكشن انتاج الطاقه باستخدام البايو تكنولوجي؟ اول حاجه ان انا اعمل انهانسنج للبايو فيول برودكشن زي الميثان والايثانول والبايوديزل، وكمان اعمل ابلاينج تمام كده او احسن من الفيرمنتيشن تكنيك، واعمل ابلاينج اللي هي الانزيم بمعنى اصح، لانها بتعمل سبيدنج اب للبايوماس ديكومبوزيشن، لان انا بستخدم ليفنج اورجانيزمز في عمليه البريك داون، وكمان اقلل الكوستس او اعمل ريديوسنج للكوستس والتايم. طيب خلينا نكمل. طيب نمبر 2 compare between the production of البايوإيثانول and biodiesel in term of raw material used and chemical equation. هقارن ما بين البايوإيثانول والبايوديزل من خلال هستخدم مين كرو ماتيريال كماده خام يعني عشان احصل على الاثنين، وكمان الكيميكال ايكويشن اللي هي المعادلات الكيميائيه. انا عارفه طبعا لما اقول ايثانول يبقى انا هستخدم شوجر سكريات، صح ولا لا؟ او بمعنى اصح اجريكلتشر ويست مخلفات زراعيه بتحتوي على مين؟ على الشوجر. طيب ولما اقول بايوديزل يبقى انا هتكلم عن ايه؟ انيمال فات دهون حيوانيه او فيجيتابل اويل او زيوت نباتيه. خلاص كده؟ طيب خلينا نشوف المقارنه. طيب اول حاجه البايو ايثانول الرو ماتيريال الماده الخام هي الشوجر، زي مين؟ زي الكروبس المحاصيل، زي مين؟ زي الشوجر كين او الكورن، اللي هي بمعنى اصح بنقول عليها الاجريكلتشر ويت اللي هي الايه؟ مخلفات الزراعيه. يبقى انا معايا ماده فيها شوجر. طيب المعادله بتاعتي قال لي الشوجر ده لو هو سيلولوز وكبير هكسره في الاخر لايه؟ لجلوكوز، يعني C6H12O6. تمام؟ هحوله يا اولاد لايه؟ لايثانول اللي هو C2HA5OH بلس الكربون داي اوكسيد. يبقى اول حاجه الايثانول الرو ماتيريال هي الشوجر، والمعادله بتاعتي قال لي انت بتكسري الشوجر ده لايثانول. تمام كده؟ وكمان بينطلق الكربون داي اوكسيد. طيب تاني حاجه البايوديزل، قلت لك طالما بايوديزل يبقى اذا يا ولاد الرو ماتيريال الماده الخام اللي هي الانيمال فات او بمعنى اصح اللي هي الايه؟ الفيجيتابل اويل، زيوت نباتيه او دهون حيوانيه. طب المعادله بتاعتك معاك الاويل ومعاك كمان ايثانول، غير ان في يا ولاد بمعنى اصح في كاتاليست كمان، فهيديك حاجه اسمها البايوديزل والجليسرين، بايوديزل اند جليسرين. تمام كده؟ خلينا نكمل. طيب نمبر 3 how you obtain methane from. طيب اسيتيك اسيد تمام كده والكربون داي اوكسيد. انا قلت لك عندي حاجتين ينفع اجيب منهم غاز الميثان. اول حاجه الاسيتيك اسيد اللي هو حمض الخليك اللي هو CH3 COOH. تمام كده؟ من خلال حاجه اسمها الميثانوجينيك بكتيريا. تمام كده؟ بكتيريا الميثانوجين، فهيديني الميثان CH4 بلس الكربون داي اوكسيد. طيب ممكن برضو اجيبه من الكربون داي اوكسيد، هخليه يتفاعل مع الهيدروجين فيديني الميثان CH4 وكمان عندي ووتر H2O. يبقى انا عندي طريقتين اجيب بيهم الميثان، يا اما من الاسيتيك اسيد حمض الخليك، يا اما من الكربون داي اوكسيد.
يبقى اول طريقه معايا يا ولاد هي الاسيتيك اسيد، حمض الخليك اللي هو CH3COOH، تمام. عن طريق الميثانوجينيك بكتيريا فهيديني الميثان CH4 بلس الكربون داي اوكسيد CO2، تمام. طيب تاني حاجه من الكربون داي اوكسيد ان انا هفعله مع الهيدروجين جاز فهيديني الميثان CH4 بلس الايه H2O اللي هي الووتر. يبقى انا عندي حاجتين اجيب منهم الايه الميثان، يا اما اسيتيك اسيد يا اما الهيدروجين. وبكده يا ولاد اكون خلصت معاكم تقييم الاسبوع ال 12 في ماده الانتجريتد ساينس. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه.